ينضم إلينا من العاصمة الإسبانية مدريد أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف. أهلا ومرحبا بك السيد أبي بشراي. أولا، بعد موقفكم المستنكر والمنتقد للقرار الفرنسي بشأن الصحراء الغربية، هل تعتزمون اتخاذ خطوات ملموسة وفعلية على خلفية هذا القرار؟ بالتأكيد جبهة البوليساريو تحتفظ بحق الرد على هذا التطور الخطير وعلى هذا الموقف الذي اتخذته فرنسا، والذي في الحقيقة وإن لم يكن يحمل تغييرا كبيرا على المستوى العملي، على اعتبار بأن فرنسا بلد يدعم المغرب منذ زمن طويل ووصل بحد الدعم إلى حد التدخل العسكري مباشرة، إلا أنه يشكل منزلق خطير جدا من الناحية السياسية وأيضا من الناحية القانونية. من الناحية السياسية لأنه يوجه ضربة قاتلة إلى جهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق المسار التفاوضي ما بين الطرفين من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، ولكن من الناحية السياسية أيضا يشكل ضربة أيضا لأمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا. معروف بأن هناك حرب قائمة في الصحراء الغربية منذ نوفمبر سنة 2020. معروف أيضا بأن هناك قطيعة دبلوماسية ما بين المملكة المغربية والجزائر منذ سنوات، وبالتالي بأنه موقف غير مسؤول بهذه الدرجة يساهم في تعقيد الأمور، خاصة بأنه معروفة ما هي الأوضاع في الساحل والمنطقة المحيطة بالصحراء الغربية. وبالتالي فإنه فرنسا تتخلى عن مسؤولياتها التاريخية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز السلام في العالم وفي المنطقة إلى زرع أسباب التوتر والفتنة. أما من الناحية القانونية فالخرق واضح جدا، لأنه معروف بأنه المملكة فرنسا تتحول بهذا الموقف من دعم ما يسمى بمقترح الحكم الذاتي الذي ولد ميتا والذي يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، إلى، وهذا هو التطور الخطير، إلى الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية، وما يشكل خرق للقانون الدولي، لأن الصحراء الغربية مسجلة على اعتبار بأنها إقليم غير مستقل ذاتيا لدى الأمم المتحدة. خرق للقانون الأوروبي، حيث فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي وقرارات محكمة العدل الأوروبية واضحة والتي تشير إلى أن المملكة المغربية والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان، وتؤكد بجميع قراراتها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وبالتالي فإنه تتعارض حتى مع السياق الدولي الحالي المترتب عن هذا الحراك وهذه الديناميكية داخل المشهد الدولي التي تحاول إعادة الدبلوماسية المتعددة الأطراف على أساس احترام القانون الدولي إلى مركز اتخاذ القرار بعد ما جرى في فلسطين وحرب الإبادة التي يتعرض إلى الشعب الفلسطيني. فرنسا بهذا الموقف تتخذ موقف أحادي الجانب خارج مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف، خارج مجال الأمم المتحدة، وهي سوف تعقد الأمور على مستوى التسوية، والأخطر بأنها تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وإلى مزيد من اللا استقرار. شكرا سيد أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف. شكرا جزيلا لك. في الأيام الأخيرة يقول بيان وزارة الخارجية بأنه باريس ماضية في دعم الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ما قراءتك لهذا البيان، دلالاته، التساؤلات التي أثارها وتوقيته أيضا؟ مساء الخير أخي جمال، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. أعتقد أنه هذا البيان جاء ليثبت من جديد أن الدبلوماسية الجزائرية في هذه العهدة الأولى كانت دبلوماسية الصخب، دبلوماسية القطيعة، دبلوماسية الصدام، ولكن دون أي أثر في تغيير الواقع في محيطنا أو حتى في الدول التي تربطنا معها علاقات استراتيجية. هذه العهدة كانت العهدة التي فقدنا فيها حتى حلفائنا وحتى أصدقائنا، فقدنا فيها نفوذنا حتى في دول الساحل الإفريقي بعد الانقلابات، واليوم الإمارات ومالي والنيجر وغيرها خرجت من نطاق النفوذ الجزائري. نعتبرها هي عهدة الإخفاقات الدبلوماسية، والتي كان سمتها الأساسية هو كثير من الصخب، كثير من البيانات، كثير من العدائية، كثير من الإعلام الموجه الذي يشتم الدول ويشتم رؤسائها ويصفهم بأقبح الصفات. هذه هي النتيجة اليوم، أننا نفقد آخر النقاط التي كانت تصلنا بالعالم والمجتمع الدولي، وهي البوابة الفرنسية وعلاقاتنا التاريخية. كان هناك فرصة لإصلاح وترميم هذه العلاقات عبر وضع خطة لمواجهة الفاغنر في المنطقة، وهو عدو معروف للغرب، ووضع خطة واستراتيجية مع تحالف فرنسي أمريكي موسع. لكن للأسف
سياسة الشو التي اتبعها الناس اللي راهم في الحكم أوصلتنا إلى هذه النتيجة. اعتراف إسباني، اعتراف اليوم فرنسي، من قبل كان هناك اعتراف أمريكي. هذه العهدة نستطيع أن نقول هي العهدة التي أيضا ستدفن القضية الفلسطينية، القضية الصحراوية عفوا، إلى الأبد بعد 40 سنة من كفاح مسلح ومن عمل دبلوماسي مضني من أجل نيل الاعترافات، من أجل منع المغرب من استغلال هذه المنطقة. في 5 سنوات فقدنا كل ما عملنا عليه طيلة يعني 40 أو 50 سنة من هذه القضية. أعتقد أن هذه العهدة هي عهدة الإخفاقات، بدل أننا كنا نركز على أن تكون زيارة سبتمبر، وقد كنت يعني ضيف على حصتكم وقلت يجب أن نركز على المشتركات، على منطقة الساحل، على الملف الاقتصادي. بقينا نركز على التاريخ، على البرنوس تاع الأمير عبد القادر، بقينا نتحدثوا عن الجماجم، قعدنا نتحدثوا على التاريخ فيما الدول تبحث عن المستقبل، الدول الحالية تبحث عن مصالحها، تبحث على مراكز نفوذها. احنا بقينا في التاريخ وفي الماضي. هذه هي النتيجة أن المغرب بتحالفاته، بعمله، بالبراغماتية التي عمل بها، هو اليوم يجني يعني الحصاد، فيما الجزائر بسياسة نستطيع أن نقول عنها هاوية، تنتج الخيبات تلو الخيبات والبيان تلو البيان الذي يشتم هذا ويهدد هذا، والنتيجة هي صفر كبير. ولكن كنا نشاهد الصورة تبون بالأحضان مع ماكرون، وأبرز ذلك في إيطاليا مؤخرا. قبل أيام كان الإعلام الجزائري أيضا يبرز كلام السفير الفرنسي في احتفال فرنسا باليوم الوطني في السفارة الفرنسية في الجزائر، حضور وزراء مسؤولين جزائريين. كان الجو كأنه بالعكس أجواء عودة الدفء والإبراز لذلك، يعني حميمية وقبولات وأحضان مع ماكرون بين وتبون. لنكون يعني صرحاء، ماكرون كرئيس فرنسي حاول مد الجسور كثيرا مع السلطة السياسية في الجزائر. ونتذكر حينما ترشح قبل أن يعني يفوز حتى أنه جاء إلى الجزائر وأدلى بتصريحات قوية، وكان يعني لديه كثير من الخطوات وانتظر خطوات مماثلة من الدولة الجزائرية. لكن احنا قعدنا نسحبوا في السفراء، قعدت الجرائد نتاعنا تشتم في الرئيس، قعدت عندنا اليوم اللي راهي رئيس الهلال الأحمر وصفاته بالشاذ ووصفت زوجته بالشاذة في التلفزيون الرسمي. يعني ماذا تنتظر من كل هذا؟ اليوم احنا دولة نتفاخروا أننا ما نستوردوا ولا شيء. يعني لما أنا ما نستوردش من عند الناس ومن الأسواق نغلق السوق نتاعي، هذا الجزيرة المعزولة واش يديروا بها الناس؟ إذا كان العلاقات التجارية الدولة هذه منغلقة ما راهي تستورد ولا شيء. إذا كان من جانب استراتيجي الدولة هذه غالقة على نفسها وقاعدة في سياسات دفاعية قديمة. إذا كان من جانب دبلوماسي دبلوماسية عنيفة والقطيعة وسحب السفراء. في نهاية المطاف هذه نهاية حتمية لسلوكك طيلة 5 سنوات. نحن ندفع النتيجة. دكتور كريم نايتو سليمان، في باريس لافت أنه عرف موضوع أنه باريس بلغت، يبدو أنه قبل أيام أبلغت، هناك من يقول حتى قبل فترة حديث حتى عن زيارة رافاران إلى الجزائر ثم إلى المغرب، وأن باريس أبلغت السلطات الجزائرية أنها ستمضي في هذه الخطوة، مع أنه هذه الخطة الفرنسية الخطة المغربية للحكم الذاتي كانت حظيت بدعم باريس منذ 2007. لافت أنه لم يعرف هذا الموضوع من وسائل الإعلام الفرنسية وحتى من وزارة الخارجية ومن السلطات الفرنسية، عرف عن طريق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. ما قراءتك؟ مساء الخير أخي جمال، مساء الخير على المتابعين الكرام، مساء الخير على ضيوفكم. في الحقيقة هذا الخبر ليس كما يود أن يروج له الآن على أنه يعني سكوب أو يعني البيان هذا اللي عنده صيغة يعني التحذير والإنذار بالنسبة اللي قامت به الخارجية الجزائرية لتحذير الخارجية الفرنسية. ولكن هي في الحقيقة الأمور كانت حسمت من قبل. في 26 فبراير الماضي كان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني كان زار المغرب في الحقيقة، وكان قام ب يعني تصريحات قوية جدا في ملف الصحراء الغربية، وكان يعني يتكلم بصريح العبارة على أنه الموقف الفرنسي الذي لم يتغير منذ 2007، لأنه في الحقيقة فرنسا تدعم الطرح المغربي منذ 2007، ولكن هناك اختلاف فقط في قضية السيادة المغربية على الأراضي الصحراوية. يعني فرنسا كانت تدعم يعني فكرة أو أطروحة الحكم الذاتي، ولكن لم تعلن إذا كانت تحت سيادة مغربية أم لا. ولكن في 26 فبراير الماضي كان وزير الخارجية الفرنسي كان تكلم وقال أنه الموقف الفرنسي
الآن يجب أن يتغير، يعني أنا نتكلم عنها عدة شهور، وقال بأنه في الأيام والشهور القادمة سيتجسد. طبعا سيجوني قال بأنه نعرف أهمية هذا الموضوع. طبعا سيجوني الذي كان محط انتقادات من السلطات المغربية، لأنه عندما كان رئيسا للمجموعة حزب ماكرون في البرلمان الأوروبي دعم يعني قرارا في البرلمان الأوروبي لانتقاد المغرب، وكان محط انتقادات ويتردد في وسائل الإعلام الفرنسية والتقارير بأنه كان هناك شرط مغربي لزيارته أن يقول مثل هذا الكلام. نعم، يعني اولا لازم نعرفوا بانه في السياسه الكلام تاع النواب ليس كلام الوزراء، يعني كلام السياسي لما يكون نائب ليس نفس الكلام لما يكون في حكومه، لانه يمشي في اطار مشروع الحكومه. ومشروع حكومه ماكرون هو تغيير او كما يقولوا هما تطوير الموقف تاعهم في ملف القضيه المغربيه. وهو كان استخدم ستيفان سيجوني وزير الخارجيه كان استخدم عباره الملف الوجودي، القضيه الوجوديه. كان قال بأن الملف الصحراوي بالنسبه للمغرب هو قضيه وجوديه، ولذلك يجب على فرنسا الان حان الوقت، هكذا قال، حان الوقت على ان فرنسا تقوم بتطوير. هذا يقودني الى سؤال، فعلا وسائل الاعلام الفرنسيه كانت ماضيه فعلا الى هذا الطرح، انه فرنسا وانه ربما الضغوط، وانه احد شروط المغرب لاستقبال ماكرون ان تمضي فرنسا في هكذا خطوة. لكن لماذا يقول البيان الجزائري في رأيك أننا فوجئنا بهذا القرار الفرنسي؟ هذا الشيء اللي تكلمت عليه لما بديت في الحقيقة، وكأنها في الحقيقة هم يقولوا فوجئنا لأنهم دائما عندهم هذا النوع من الخطابات اللي في الحقيقة ما عندهاش وزن كبير في الواقع، لأنهم هم في الحقيقة ليست مفاجأة لهم. وإذا كان حقيقة مفاجأة لهم فهذا يعني يطرح عدة أسئلة. يعني هم ما مش يتبعوا في الملفات، يعني لازم نعرفوا بأن ملف الصحراء الغربية هو أحد الملفات المحورية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية. الآن أعتقد أن المسألة ليست مسألة ضغوطات أو يعني ضغوطات مارستها المغرب على فرنسا. لازم نعرفوا الآن باللي عكس ما يحدث في الجزائر، الدبلوماسية في العالم خاصة في الدول المتقدمة في الحقيقة تطورت ولم تعد دبلوماسية إيديولوجية. الدبلوماسية في الدول المتقدمة مثل فرنسا مثلا يعني تتميز بالواقعية بالنظرية الرؤية. ولكن هذه على ذكر الواقعية نعم، وهم في علاقتهم مع الجزائر. وهنا الشعور اللي عندنا هنا في فرنسا لما نتكلموا مع المراقبين، مع الناس اللي يعني يشوفوا الوضع في الجزائر، نلقاو أنه هناك شعور هنا في فرنسا من ناحية المراقبين للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، هناك نوع من خيبة الأمل اللي يشعر بها ماكرون ومن حوله بالنسبة للجزائر. يعني يقولوا باللي احنا كنا مدينا الكثير، يعني قاموا بتنازلات، وكان يتكلم حتى على يعني تجريم رغم انه لم يقم به بصريح العباره، ولكن كان يتكلم على الاستعمار وكان مشى خطوات للامام. ولكن هم الان عندهم شعور بانه الجزائر من الجانب الجزائري، بما اننا نحن للاسف مازال عندنا دبلوماسيه مؤدلجه. الدبلوماسيه الجزائريه لم تتطور منذ الستينات والسبعينات، ولكن الستينات والسبعينات ما كانت باريس رغم انحيازها للطرح المغربي تاريخيا وقبلها اسبانيا لتجرؤ على هكذا خطوات. لماذا الان بعدما في مقابل في اجواء تم اعطاء انطباع بانه هناك حميميه ودفء في العلاقات؟ نعم، وجزائر الستينات والسبعينات ليست جزائر 2024. يعني الشيء اللي أنا نتكلم عليه الآن هو أنه العالم تغير، ومكانة الجزائر للأسف الشديد، وإحنا نقولها بكل يعني أسف، الوزن الدبلوماسي للجزائر وتأثير الجزائر في المنطقة أصبح محدود جدا. ما لازمش ننساو الصفعة اللي أعطاها يعني وزير الخارجية الروسي، اللي هو من المفروض في الساحة الدولية هو حليفنا الأول وحليف الجزائر الأول، من المفروض من وجهة نظر النظام، من وجهة نظر وزارة الخارجية. وكانت وزارة الخارجية قدمت له خدمات كبيرة، وآخرها زيارة تبون إلى روسيا في قلب الأزمة والصراع بين روسيا والغرب في حرب اوكرانيا. كان تبون قام بخطوه كبيره بزاف، وكان راح الى روسيا، وكان دعم بوتين حتى انه خلى حتى بوتين لما قال بانه بوتين يعني صديق البشريه كان يعني حتى بوتين. كذلك كان يقال دكتور، قبل ان نعود الى دكتور سيف الاسلام، يقال كذلك على اسبانيا انه لدينا علاقات جيده والموقف التاريخي، وبدا موقف مفاجئ ايضا الجزائر، تغير الموقف الاسباني. وكذلك الان نفس الشيء يقال على فرنسا. ويطرح سؤال: ماذا عن الدبلوماسية؟ ماذا عن ربما الاستشراف الاستخباراتي في الجزائر؟ كانت مثلا تخترق قصر الإليزي أثناء الثورة التحريرية وتحصل على معلومات.
نعم، ولكن العالم تغير، ولكن للاسف النظام تاعنا ما تغيرش. نحن مازال عندنا كما قلت مقبل، يعني مازال عندنا دبلوماسيه مؤدلجه، يعني تمشي بمبادئ ايديولوجيه. مثلا مازال نحن نعلنوا بدون اي فائده يعني ملموسه بالنسبه لنا للجزائر، ما زلنا نعلن يعني عن انتمائنا لما يسمى بين قوسين للمعسكر الشرقي. ما زلنا نتكلموا حتى على دول عدم الانحياز. نسمع ما يقوله تبون بالمناسبه عن الدبلوماسيه، وحتى عطاف وطبعا تبون الذي وصف الزياره المرتضره التي كانت المفروض مقرره في نهايه سبتمبر وبدايه اكتوبر على انها موعد مع التالي. اننا اليوم اصبحنا دولة فاعلة في البحر الأبيض المتوسط. C'est une nouvelle page qui une refondation des relations مع l'ancien colonisateur. Sans laisser un millimètre من شيء الواجب نتاعنا إزاء شهدائنا. يصعب تقويض علاقة دولة بدولة أخرى في رقعة ضيقة كهذه، يعني تقول العلاقة ممتازة سيئة، لا، هي علاقة تتطور. Oui, bien sûr qu'elle est maintenue. Elle est maintenue pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater de l'histoire. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج. وصلنا إلى مرحلة النضج. يقول في العلاقة مع فرنسا موعد مع التاريخ. يقول زيارته تبون الآن هذه الزيارة في مهب الريح مع هذه التطورات دكتور سيف الإسلام. ولكن قبل ذلك هناك من أثار انتباهه إعلان أو هذا البيان الجزائري، رغم أن البيان يكشف بأنه علمت السلطة الجزائرية بالقرار الفرنسي قبل أيام، ولكن بث هذا البيان أو أعلن هذا البيان الذي يستنكر الموقف الفرنسي أمس بالتزامن مع إعلان شرفي عن من ترشحوا المرشحين الثلاثة في هذه الانتخابات طبعا المحسومة لتبون. هل هي إرادة ربما لدفن هكذا موضوع ما اعتبرته ربما السلطة حدث؟ هل في هذا في رأيك وتشتيت ربما الأنظار والأخبار؟ الخبر ورد قبل ذلك في جريدة لوسوار دالجيري، يعني اللي هي جريدة اليوم أصبحت ناطق رسمي باسم النظام، لا ناطقة باللغة الفرنسية، وهي الناطق باسم النظام، وسربت من قبل كثير من المعلومات عما يدور حتى في فكر من هم في السلطة، وتحدثت على أن اللوبي المغربي اخترق الإليزي واستغل الأزمة التي نتجت عن هذه الانتخابات من أجل اعتراف بمغربية الصحراء. بعد ذلك جاء هذا البيان ب 24 إلى 48 ساعة. أعتقد أنه ملف قضية الانتخابات السلطة السياسية في الجزائر لا تعير للشعب أي أهمية، وكان الرئيس عبر عن ذلك، قال كان نسبة المشاركة ما تهمنيش، وطريقة يعني تنظيم هذه تقديمها دليل آخر على أنهم مش دايرين قيمة نهائيا للشعب الجزائري ولا للرأي العام ولا للإعلام ولا للسياسيين. هؤلاء يعني يحتقرون يعني الداخل الجزائري بطريقة عجيبة. هذا اليوم هذا البيان هو لما تقراه تشعر بحالة التشنج، بحالة الغضب، بحالة يعني من الشعور بالإذلال في هذا البيان. حينما يقولون نحذر ندعو كذا، يعني تشعر بأنه من أصدر هذا البيان هو رجل يشعر بأنه ترك في نصف الطريق. من أصدر البيان صادر عن وزارة الخارجية، ولكن أشرت إلى لوسوار دالجيري طبعا وعلاقتها، يعني من يتخذ القرار في هكذا الرئاسة؟ الانطباع أعطي أنه تبون الآن بالعكس دفء مع ماكرون بالأحضان يلتقي فيه في إيطاليا، حتى كان هناك حرص على إظهار مستشاري تبون كذلك في الفيديو كنا نتابعه وهم يشاهدون هذا الدفء والأحضان بين ماكرون وتبون. للأسف هو كان يحلم بزيارة تاريخية يستقبل بالأحصنة في قلب الإليزي ويمنح له البرنوس عن الأمير عبد القادر. كان هذه هو يعني الأحلام التي كانت تراود صانع القرار في الجزائر. فلهذا هذا البيان لما صدر مثل الماء البارد، يعني أطفى كل الأحلام التي كانت موجودة. فلهذا كان هناك سعي حثيث إلى جعل هذه الزيارة وكأنها زيارة الفاتح وزيارة المنتصر على المستعمر. لم يكن يتوقع أنه تذهب الأمور عكس ما كان يرغب. يعني كيف لم يكن متوقع؟ هذا سؤال أيضا. البيان الذي يقول الجزائر باستغراب وبمفاجأة، يعني هذا الطرح معروف. فرنسا يعني كان متوقع مثل ما كان يقول دكتور كريم نيتو سليمان أنه فرنسا ماضية في هكذا يعني خطوة. لماذا بدأت مفاجأة للجزائر السلطات الجزائرية؟ الموقف الفرنسي
حقيقة داعما للمغرب، واستعمل حتى حق الفيتو لمنع كثير من القرارات الدولية المتعلقة بتسوية النزاع في الصحراء الغربية. لكن